فجأة بتلاقي نفسها محطوطة في موقف لا تحسد عليه، عشان مجبرة تختار بين جوزها اللي بتحبه اللي فاكراه مات وبين حبيبها اللي اتخطبت له بعد ما جوزها مات. فيلمنا بيبدأ بسام وهو في حفلة مع أصحابه، وكانت واقفة جنبه بنت جميلة اسمها إيما. سام هيموت على إيما ونفسه تعبره وتحس بيه وبحبه ليها، لكن إيما عينيها كانت هتطلع على جيس، وده واحد شايف نفسه قوي ودايما بيستعرض جسمه قدام البنات. سام أخد باله إن إيما مركزة مع جيس، وجيس عجبته إيما، وبعدها راح غير هدومه ووقف جنبها واتكلم معاها بيحكها يعني. المهم الحكومة بتطب عليهم وبيغيروا المشهد وبيودونا معاهم لمشهد تاني بعد 15 سنة. ونركز بقى عشان ما نتلخبطش. وإيما كانت قاعدة مع أختها، وسام بيجيب لهم عصير الويسكي عشان يحتفلوا بخطوبته على إيما. وأمها بتشكر سام وبتقول له إنها مبسوطة عشانه. أبوها كمان بيشكره وبيقول له مش عارف من غيرك كنا عملنا إيه، أنت ساعدت إيما كتير وخليتها تدي لنفسها فرصة تانية وتعيش حياتها. وأختها كمان قامت وقالت الكلمتين الحلوين. ولما جه دور سام قال لإيما إنه بيحبها من أيام ما كان عنده 8 سنين، وكان بيدعي ليل ونهار تبقى من نصيبه، لكن الدنيا فرقت ما بينهم، وأخيرا دلوقتي جمعتهم وبقت من نصيبه. وبعد السهرة الحلوة دي إيما بتقول لسام إنها عايزة تروح. إيما بيجي لها تليفون قبل ما تمشي وكان من رقم غريب، ولما ردت كلمها جيس وقال لها بلهفة كده: حبيبتي وحشتيني، أنا لسه عايش يا إيما. أوبا، وبتتصدم إيما. وبنرجع مع إيما فلاش باك وبنعرف إيه اللي حصل يوم ما طبت عليهم الحكومة في الحفلة. وبسرعة بيشدها جيس وبيجري بيها، وفضلوا يتكلموا سوا ويتعرفوا على بعض. لكن بتجيلهم الشرطة وبيروحوا على القسم، وهناك بيتعرفوا على بعض أكتر. وبيقول لها جيس: بس انت طلعتي مختلفة خالص عن الفكرة اللي كنت واخدها عني. قالت له: ازاي بس؟ قال لها: حبيبتي القديمة كانت بتقول لي انك معجبة بيا وشافتك كذا مرة وانت بتبصي لي. قالت له: لا، انا كنت ببص لك عادي يعني، ما كنتش معجبة بيك ولا حاجة. جيس قال لها: وليه لا؟ قالت له: وانت ليه ما تعجبش بيا الاول؟ على دي خناقة دي. قال لها: يا ست، ما انا بقالي ساعة ونص معجب بيك، وفجأة كده حسيت ان مشاعري اتلخبطت واحاسيسي طفحت مرة واحدة. إيما ما كانتش مصدقة نفسها وفرحت جدا، وكملوا مع بعض لحد ما كبر. وجيس عرف من إيما إن كان نفسها تلف العالم كله وتبعد عن أهلها، وده عشان أبوها عايزها تشتغل في المكتبة بتاعته. لكن إيما ما كانتش بتحب الكتب ولا القراية أصلا، وعشان جيس نفس دماغ إيما كده بيحب يتنطط من بلد لبلد، بيحقق لها أمنيتها وسفرها أماكن كتير لحد ما اتجنن وقرر يتجوزها. وطبعا بتوافق إيما وبيتجوزوا، وكانوا عايشين في مكان بعيد عن أهلهم. وبعد سنة جيس بتجيله سفرية شغل في بلد تانية، وإيما قالت له إنها عندها مقالة لازم تسلمها ومش هتعرف تسافر معاه، وكانت زعلانة إنه هيسيبها ويسافر ومش هيحتفل معاها بعيد جوازهم. فقال لها جيس إنه لما يرجع هيحتفل معاها وهيسفرها المكان اللي تختاره، وبيودعها وبيمشي. وتاني يوم بيجيلها تليفون وبتعرف إن الطيارة اللي جيس كان فيها وقعت واتفرتكت على الآخر، وإنهم ما لقوش جثة جيس. إيما من الصدمة رفضت تصدق إنه مات، وفضلت واقفة في المكان ده 3 أيام مستنياه يرجع. أختها بتقول لها: أنا عارفة إن الصدمة صعبة عليك، لكن لازم تقتنع إنه مات ومش هيرجع. إيما رفضت تقتنع وقالت لها إن جيس سباح عالمي وإنها واثقة إنه هيرجع. أختها قالت لها إن فريق الإنقاذ وقفوا تدوير عليه من أسبوع وقالوا إنه مات. فبتنهار إيما وبتقول لأختها إنها مش قادرة تتخيل الدنيا من غيره، لكن أختها بتواسيها وبتطلب منها إنها تسافر معاها وترجع تعيش عند أهلها. وبكده نبقى عرفنا إيه اللي حصل في الأيام اللي فاتت. نرجع بقى تاني لإيما في الوقت الحالي، وكانت ماسكة جواب مكتوب عليه جيس وبيدخل عليها سام، وكان بيحاول يلطف الدنيا معاها، وده عشان عارف إن إيما لسه بتحب جيس، والواد عشان بيحبها جدا متقبلها على أي وضع. بعدها بتروح إيما المكتبة بتاعت أبوها وبتكون اشتغلت فيها زي ما أبوها وأختها كانوا عايزين. وأختها بتقول لها: أنا عارفة إنك في حيرة وموقفك صعب، عرفت إن جوزك مات، وبعد 4 سنين ما صدقتي جمعتي نفسك من تاني وخرجتي من حالة الحزن اللي انت كنت فيها وحبيتي سام، ودلوقتي عرفتي ان جوزك عايش. بس بغض النظر عن شعورك واللي انت عايزة تعمليه، خدي بالك انك هتكسري قلب واحد عمل المستحيل عشان يخرجك من حالة الحزن اللي انت كنت فيها. وطبعا بتتكلم عن سام. وبعدها بتروح إيما عند بيت أهل جيس، وكانت الصحافة وناس كتير موجودين. وأم جيس بتقول لإيما إنهم ما قالوش لجيس إنها اتخطبت لحد تاني، وإن الواد مش مستحمل وكفاية اللي هو فيه. وجيس بيوصل، وأول ما فتح باب العربية جري على إيما يا عيني وحضنها، وقعدوا يعيطوا. وبعدها سلم على أمه وأبوه، وبتاخده إيما وبتدخل البيت عشان تبعده عن الصحافة. أما سام بيوصل مدرسته اللي شغال فيها، وده الله يكون في عونه، وبيشوف في الأخبار إيما وهي مع جيس، وكل زمايله كانوا مقطعين في فروته وبيتكلموا عليه. وجيس بيقول لإيما إنه هيعوضها عن كل السنين اللي فاتت، فقالت له إنها مخطوبة. جيس قعد يضحك، فقالت له إيما إنها افتكرته مات. بس بيدخلوا عليه أبوه وأمه وبيقول له أبوه إن أهلهم مستنيينه وعايزين يشوفوه. إيما قالت له إنها لازم تمشي، قال لها إنه هيقضي اليوم مع أهله
والصبح عايز يقضي معاها اليوم كله في الكوخ اللي كانوا عايشين فيه مع بعض. ولما بترجع إيما لسام قال لها أنا افتكرتك مش هترجعي تاني. إيما اعتذرت له وبتقول له إنها بتحبه، وهو كمان قال لها إنه بيحبها وعارف إنها في وضع صعب. هو صعب الصراحة، وشوية بياخد باله إنها مش لابسة الخاتم بتاع خطوبته فبيتضايق، فقال لها إنها لازم تختار، وكمان قال لها إنها لو عايزة تكمل معاه لازم تروح وتعرف جيس. وإيما بتلم حاجتها وبتمشي وبتروح لاختها وبتقول لها إنها هتسافر مع جيس، وطلبت منها إنها تاخد مكانها في المكتبة لحد ما ترجع. وسألتها هو أنت ممكن تحب اتنين؟ أختها قالت لها مش عارفة، بس أنا شايفة إنك مع سام شخصيتك اتغيرت عن ما كنت مع جيس، وأنت ما تفكريش بتحبي مين أكتر. فكري عايزة تعيشي حياتك بأنهي شخصية، الشخصية اللي عايشة فيها دلوقتي مع سام ولا الشخصية اللي كنت عايشة فيها مع جيس؟ والصبح بتروح لجيس وبيكون حلق وظبط نفسه وروق الدنيا على الآخر. أما سام كان هيتجنن وبعت رسالة لإيما وكان مستنيها ترد عليه، بس إيما ما كانتش لسه خدت قرار، وبتقول لجيس إنها نسيت حاجة في المكتبة وعايزة ترجع تجيبها. واستغرب جيس جدا لما عرف إنها مسكت المكتبة وقال لها إزاي وافقت تشتغلي فيها بعد ما كنت بتكرهيها. قالت له شوف يا اخويا جيس، في حاجات كتير اتغيرت لما انت اختفيت. وسام الله يكون في عونه ما كانش مركز في اي حاجه خالص، وكان مستني ايما ترد عليه. ولما ايما جت تبعت له رساله بينده عليها جيس فبتعلق الرساله، وبيظهر لسام انها بتكتب لسه لحد دلوقتي. والواد يا عيني فضل مركز في التليفون مستني انها ترد عليه لحد ما وقفت فجاه، فبيتضايق وبيرمي التليفون وبيكسره. وايما بتوصل للكوخ وبتقضي اليوم مع جيس، وكان بيحلم باللي حصل معاه. وتاني يوم الصحافه بتروح لسام وبتساله عن ايما وما كانش عارف يرد عليهم. وعدى كام يوم وبرضه لسه مفيش اي خبر من ايما، وسام كان جاب اخره على الاخر. سأل طلابه ازاي يكون في حد عايز يكتب لك رسالة ويقعد 18 ساعة ظاهر النقط انه بيكتب وفي الاخر ما بتوصلش رسالة، وفقد اعصابه على الاخر وقال لهم مش عارف هي بتكتب لي ولا لا، هتقول خبر حلو ولا وحش. وفضل يتكلم مع العيال على ايما وقال لهم انه حبها قبل جيس وانه هو اللي شافها الاول وان اتعرف عليها الاول، لكن دايما جيس بيظهر لي زي الخازوق في كل مره. الواد نسي نفسه خالص، بس احنا هنسيبه يطلع اللي جواه للعيال وهنروح لجيس وايما. جيس كان سايق بسرعه عاليه جدا فوقفهم ضابط شرطه وسال على الرخصه. طبعا جيس رخصته منتهيه، ده غير يعني بالنسبه للدوله هو ميت. فقالت له ايما انه كان مختفي بقاله 4 سنين، وطلعت له الورقه بتاعت الاخبار اللي كان مكتوب فيها الخبر، وقالت له معلش عديها المره دي، هو بس حب ياخد حريته شويه. فسالها الضابط عن رخصته وادت الصندوق بتاعها لجيس عشان تجيب الرخصه، وجيس بيشوف الجواب اللي مكتوب عليها اسمه. ولما الضابط شاف رخصه ايما كان مكتوب فيها اسمها هي وبس، وبيعرف جيس انها غيرت بطاقتها وشالت اسمه منها، وطبعا بيتضايق. والضابط طلب من ايما انها هي اللي تسوق، فبياخد جيس الجواب وبيحطه في جيبه. ولما غيروا الاماكن سالها ليه غيرت البطاقه، فقالت له انها افتكرته مات. يا ابني هتقول لك كام مره. ولما رجعوا الكوخ كان متضايق ومتعصب وقال لها انه كان مستني اللحظه اللي هيرجع فيها عشانها، لكن هي نسيته وعاشت حياتها واتخطبت. ايما قالت له انها لسه بتحبه وانه ما يعرفش هي كانت عايشه ازاي، فسالها وقال لها بتحبيه زي ما كنت بتحبيني؟ ده هاني شاكر ده. المهم ايما قالت له انها بتحب خطيبها، يا حلاوه، وانها بتحبه في نفس الوقت، يا حلولي. فبيطلع جيس وبيجري بره البيت وايما بتروح وراه. اما سام حصه الموسيقى بتاعته اتقلبت لمحاضره في حب ايما، وجيس بيطلع البرج ده وبيقرا الجواب. وايما كانت كاتبه له كل حاجه حصلت بالسنتي، وانها قعدت حزينه عليه، وان لما رجعت لاهلها ما كانش في حاجه تعملها، وبدات تقرا كتب ازاي تتخلص من الحزن اللي انت فيه اللي هي فيه يعني، لحد ما حبت القرايه واشتغلت في مكتبه ابوها. وفي مره قابلت بالصدفه سام وكان في محل ادوات موسيقيه، وواحده واحده بدا سام يشوفها كل يوم. والواد يا عيني كان بيحاول على قد ما يقدر يفرحها. ولما طلب منها تتعشى معاه اختها قالت لها عيشي حياتك، عزلك عن العالم ده مش هيثبت حبك لجوزك. وبدات تتشد لسام بالرغم انه كان عارف انها مش قادره تنسى جيس. وفي مره عمل لها مفاجاه وجمع طلابه كلهم وعمل لها اغنيه ليها مخصوص، وادالها خاتم وقال لها وقت ما تحس انها عايزه تلبسه تبقى تلبسه، بس للاسف يا معلم انت اللي هتلبسه. يعني الراجل كان عامل اللي عليه وزياده. ولما روحوا ايما قالت لسام انها موافقه وطلبت منه الجواز. وبتكمل ايما وبتقول له اليوم اللي عملوا فيه حفله خطوبتهم عرفت انك عايش. فقال لها جيس انه عايز يكمل حياته معاها، وطلب منها انهم يسافروا بعيد زي زمان. لكن ايما قالت له انها اتغيرت وانها عايزه تكمل حياتها وسط اهلها والمكتبه. فقال لها انت كده بتصعبي الامور عليا، وانه ما صدق يرجع تاني ويكون حر وقادر يسافر للمكان اللي هو عايزه ومش عايز يربط نفسه بحياته هنا. لكن ايما بتصمم وقالت له ان حياتها هنا وسط اهلها، وانها كمان ما صدقت تقرب منهم، ده غير انها عايزه تخلف ويكون عندها اطفال. جيس قال لها لا ده انت كده اتغيرت خالص، ايما اللي انا كنت اعرفها كانت عايزه تكون بعيده عن الدوشه وعن كل اهلها. وبيقوم وما كانش عارف يقول لها ايه، وكانوا لسه بيحبوا بعض لكن كل واحد فيهم مش قادر يعيش الحياه اللي التاني عايزها. وبيرجعوا لاهلهم وجيس بيشكر ايما وبيقول لها انه مش هينساها
اما سام الله يهديه كان لسه مع طلابه، لكن بتوسع منه قوي، والمدرسين كمان كانوا بيسمعوا قصة حياته مع إيما وبينصحوه إنه يعمل زي جيس ويقول لها دايما على شعوره ناحيتها، فبيسمع نصيحتهم وبيطلع يروح لإيما وبيتقابلوا في الطريق، وإيما بتقول له إنها اختارته وهو بيقول لها قدام الناس إنه بيحبها على أي وضع. وبعد فترة إيما بتكون حامل من سام، وجيس كان كل فترة بيبعت لها جواب بأخبار، والمرة دي قال لها إنه قابل بنت جديدة وحبها وإنه رجع تاني ياخد حريته اللي كان عايزها. وبيخلص الفيلم على كده. يا ترى بقى اللي عملته ده صح ولا غلط؟ ما تنساش تضربوا لايك وتقول لنا رأيكم في كومنت، واشوفكم الفيلم الجاي.